تعالوا نعمل مكرونة للناس بقى اللي عاملة دايت، او الناس اللي عندها مشكلة دلوقتي تطبخ ايه سريع ومن غير فراخ ومن غير لحمة. انا هستخدم نوع البروتين بتاعي المشروم. طبعا لو مفيش مشروم ممكن نستبدله باي حاجة، يعني اي حاجة موجودة. في مثلا سجق في البيت، في بسطرمة. انا قطعت الخضار اللي عندي، كان جزر وفلفل، وكمان الاكله دي هعمل لها بشاميل خفيف. طبعا سمك البشاميل زي ما انتوا بتحبوه. البشاميل الطبيعي 4 معالق كبار من الدقيق على معلقتين كبار من السمنه. هنحمرهم وننزل عليهم بلتر حليب مع الشوربه. انا بحب جدا جدا يا جماعه ضيفوا الشوربه للبشاميل، بجد بتحليه. وفي نفس الوقت احنا يعني مش هنستهلك الحليب كتير، بس بجد بجد بتغيره خالص. انا هنا هحمر الخضار لوحده، طبعا انا هكمل بقية الخضار علشان طبعا احنا ما شاء الله عدد. بعد كده بقى حمروا البشاميل. انا عملت البشاميل طبعا لوحده، وعملت الخضار لوحده. اي نوع خضار متاح عندنا ينفع. بصوا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها اكل يعني محدد بحاجة. كل الاكل جميل جدا، بس اهم حاجة نتبله كويس، يكون طعمه حلو، يكون ملحه مظبوط. يعني لو في حاجة هتتحمر نحمرها كويس علشان تدينا بس طعم لذيذ للاكل. طبعا الفلفل ده بيدخل في اي اكلة بيحليها. انا عن نفسي بحبه، في ناس مش بتحب الفلفل الرومي، بس انا فعلا بحبه. ممكن تستبدلوه كمان بالفلفل البارد، بيبقى طعمه مسكر اكتر شوية. انا هنا عملت البشاميل لوحده، وزي ما قلتلكوا ملح وفلفل كويس. طبعا سمك البشاميل زي ما انتوا حابينه، انا بحبه يكون جوسي شوية وخفيف. فانتوا بس جربوا ان انتوا تضيفوا الشوربة للبشاميل مع الحليب. بجد هتديكوا، طبعا تقلوه براحتكم، ممكن يتقل. انا بحب يعني البشاميل يكون خفيف خالص، او الوايت صوص عموما بحبه يبقى خفيف. بصوا اكلة في 10 دقايق، ما خدتش مننا اي وقت، جميلة ولذيذة. انا بضيف لها بس جبنة رومي فوق الوش. طبعا الاضافة دي براحتكم، واعذروني بس عشان صوتي تعبان شوية. طبعا دخول الشتاء ده بالنسبة لي بيبقى صعب جدا مع الناس اللي عندها حساسية. ودي كانت اكلتي المنجزة النهاردة.